مش هيجي غير مع عقلية أصحاب المصالح في دمياط، عقليتهم تتغير وتعرف إن اللي بيشتغل ده إنسان مش عبد. فكر بعقلية اللي قدامك قبل ما تفكر بعقليتك أنت شخصيا. أنا كصاحب مصلحة عندي إيجار، عندي كذا عندي كذا، أقول لك على حاجة أبسط من كده. يا عم أنا هقول لك أنت مرتبك 5000، حلو، عاملك معاملة زي الزفت، هذل فيك، افضل اقول بص هقرفك في حياتك، بحيث ان انت هتكمل معايا يومين 3 ايام وهتسيب الشغل وعشان تهرب وما انتش عايز حتى فلوس من ورايا، ما انتش طايقني. انا جمعت عندي ورق، ملف، في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، عملت اعلان في الجروب ده والجروب ده والجروب ده والجروب ده، عملت في 10 جروبات. ناس دخلت تكلمني تعالى قابلني، جيت قابلتني، هقوم واخد منك اسمك، عنوانك، رقم موبايلك، بعرفك نظامي، مرتبي، دنيتي، وبقول لك اول ما هتبقى حد لما الدنيا لما حد من عندي يمشي انا هتصل عليك وهقول لك تعالى. تمام، اتفقنا. وانت ماشي من عندي متكيف ومزاجك عال، حلو، مشيت. انا اتصلت عليك، الو، فلان الفلاني معايا، تعالى تبدا شغل معايا من بكره. هتيجي الله اكبر بقى، وهاخد وهتقعد تحلم، وهعمل جمعيه وهدفع وهروح وهاجي والدنيا حلوه. مش هطيق نفسك، قعدت عندي يومين 3 4 5 سبتني وخلعت، ما انتش عايز مني حاجه. تيجي تكلمني هقول لك مالكش عندي حاجه، استنى بقى لما يوم كذا يجي، يوم 10 ولا يوم 5، يوم 10 يوم 5 يجي في الشهر، اما الرواتب تنزل هبقى اديك فلوسك. انت هتجيلي مره هقول لك لا ده الحاج خلاص مشى وخلاص كده، ما بتعالى له بقى كمان شهر، فانت خلاص ما عادش جاي لي تاني. طب انا عملت فيك كده وعملت في ده وعملت في ده وعملت في ده وعملت في ده، وعندي رصه ملفات عاليه. لو تخيل كده، لو انا كل 3 ايام واحد من عندي مشى واشتغل شغل واتعامل اسوأ معامله، انا كده وفرت شهر كامل مرتب. انا مش هقول لك ان انا هديك مرتب ضعيف، لا انا هديك مرتب حلو، بس انا هقرفك واكفرك في حياتك لحد ما سني وتطفش، وابقى انا وفرت فلوسك. هيجي اللي بعدك وهكذا. عندي ملف كبير، ما عادش عندي ملفات، هقوم منزل اعلان بطريقه مختلفه علشان ناس تانية تجيلي وهعمل فيها نفس اللي حصل. هل في حد طلع قال لي يا جماعه انا اشتغلت في المكان الفلاني وعمل فيا 1 2 3 4 5؟ صاحب المصلحه هيجيب محامي وهيحصل مشاكل وحوارات وبلاوي، وهيقوم مديك فلوسك ال3 ايام عشان تمسح الفيديو بتاعك، ودي بقى حاجه ترجع لك انت. وانت ما ينفعش تخش تكلمني انا تقول لي ده انا حصل فيا 1 2 3 من المصلحه الفلانيه، وانا هقوم طالع متكلم في حاجه زي دي. مش حقي، مش من حقي، دي مش ارضيتي حتى. يعني هاجي انا بقول الكلام ده بناء على ان واحد قاله عادي، ممكن يكون واحد ده بيفتري على المكان، ممكن الراجل ده بكل بساطه هيجيب الناس اللي شغالين عنده اللي ضحك عليهم ووهمهم بانه كويس ويطلعوا يخبطوا فيك انت. انت ممكن يوصل بيك الوضع، لان انا ببقى بديك مرتب زباله، تمام، وكل سنه اطلع احج مرتين 3، تلاقيني في شهر رمضان اطلع حاجات لليتامى والمساكين وجمعيه مش عارف كذا وجمعيه كذا، ونشكر المكان الفلاني على كذا، والناس تقول الحاج راح والحاج جه، وهو ذلل للناس اللي عنده وبيطفشهم وبيعمل فيهم الحوارات دي، محدش عارف يتكلم.